عنوان الحلقة: العلاقات الصحية أساس السعادة والنمو. أهلا وسهلا بكم يا أصدقاء في حلقة جديدة من صوت جوايا، المكان اللي بنشارك فيه الأفكار وبنلهم بعض وبنكتشف صوتنا الداخلي. سعيد جدا بوجودكم معايا النهاردة. هل عمرك فكرت إزاي العلاقات في حياتك بتأثر عليك، سواء كانت علاقات صداقة، علاقات عائلية، أو حتى علاقات عاطفية؟ ساعات بنلاقي نفسنا في علاقات بتستنزف من طاقتنا، وساعات تانية بنلاقي نفسنا في علاقات بتدينا قوة ودعم وتخلينا كأننا هنهد جبال. طب إيه الفرق؟ النهاردة هنتكلم عن العلاقات الصحية. العلاقات الصحية مش معناها إن مفيش مشاكل أو خلافات، لكن معناها إن كلا الطرفين عنده القدرة إنه يتعامل على المشاكل دي بطريقة بناءة، وإن العلاقة دي تكون بتضيف قيمة لحياة البني آدم. تخيل معايا إن العلاقة دي زي النبات بالظبط، لو سقيته واهتميت بيه هينمو وهيطلع الزهور بتاعته، لكن لو أهملته أو حتى سقيته زيادة عن اللزوم هيموت. طيب إيه أهم 5 حاجات لابد من توفرهم في العلاقة عشان نقول إنها علاقة صحية؟ أول حاجة الاحترام المتبادل، معناه إن كل شخص بيحترم رأي ومشاعر الطرف التاني، فده بيخلي فيه مساحة من الأمان والثقة. تاني حاجة التواصل يكون فعال وصريح، بمعنى إن إحنا نقدر نعبر عن أي مشاعر جوانا ونتكلم عن أي حاجة حابين إن إحنا نتكلم فيها، وفي نفس الوقت نسمع للطرف التاني بإنصات وباهتمام حقيقي. تالت حاجة الحدود بتحمي كلا الطرفين من الاستنزاف أو التعدي، يعني كلا الطرفين لازم يعرف إمتى يقول لأ، وإمتى يطلب مساحة لنفسه، وإمتى ما يسمحش لحد إنه يتجاوز الحدود دي معاه. رابع حاجة الدعم والتشجيع، فأهم حاجة في العلاقة إنك تحس إنك مدعوم فيها، وإن في ناس واقفة جنبك في الأوقات الصعبة والأوقات الحلوة. خامس حاجة التوازن بين الأخذ والعطاء، يعني ما ينفعش العلاقة تكون ماشية في اتجاه واحد. اللي أنا عايزة أقوله إن العلاقات الصحية هي استثمار في حياة الإنسان، وأهم علاقة في حياته هي علاقته مع ذاته أولاً أو مع نفسه، وبعد كده لما يكون علاقة صحية مع نفسه هيقدر بعد كده يبني علاقات صحية مع الآخرين. ما تخافش أبداً إنك تنهي علاقات بتستنزفك، علاقات مفيش فيها حدود، أو علاقات مفيش فيها دعم، أو علاقات ماشية في اتجاه واحد، أو علاقات مفيش فيها احترام ولا ثقة، لأن ده هيفتح لك الباب لعلاقات جديدة تانية مجرد ما تنهي العلاقات اللي بتستنزفك دي. وزي ما قال الكاتب ستيفن كوفي، أهم 6 كلمات في العلاقات: أول واحدة فيهم أنا بعترف إني أخطأت، تاني واحدة أنا فخور بك، تالت واحدة إيه هو رأيك، رابع واحدة أنا بحبك، خامس واحدة شكرا ليك، والكلمة الأهم والأخيرة هي نحن وليس أنا. ابدأ من النهاردة راجع علاقاتك وحاول تطبق أي مبدأ من اللي اتكلمنا عنه. في النهاية أحب أسألك إيه التحدي اللي بتواجهه في علاقاتك؟ شاركنا في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس عشان يوصلك حلقاتنا الجديدة أول بأول. ولحد ما نتقابل في حلقة جديدة، خلي صوتك جوايا هو اللي يقودك نحو علاقات صحية وسعيدة. دمتم بخير.